السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أول حاجة نسمي ونصلي ونبارك عليك يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني حاجة ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يفك كل غمتهم ونفرح بتحريرهم قريب يا رب، وما نشوفش فيهم أي حاجة وحشة أكتر من كده، ونفرح بتحريرهم. تالت حاجة، وأنا أسفة على غيابي عليكم بجد، ظروف المدارس والولاد والدروس، ربنا يعين كل أم يا رب. النهارده بقى يوم اجازتي، وقلت يلا بينا لازانيا. اللازانيا سهله جدا، وهنعملها في كام خطوه بسيطه. اول حاجه انا جبت قطعه لحمه مفرومه حسب ما تقدري، ربع نص، وبتحطي تشوحيها وتحطي عليها بصلايه حلوه كده، ولغايه ما تدبل معاكي، وتنزلي عليها بالصلصه، بتتسبك معاكي حاجه بسيطه. ودي اول خطوه للازانيا، لان هي بتبقى محتاجه سوائل عشان هي بتتحط ناشفه. في نوع لازانيا بيتسلق في ميه، وفي لا، انا اللي انا جايباها مش هسلقها. وهوريك الخطوات، تابعي معايا وهتاكلي احلى لازانيا. حبايب قلبي، خلصنا الخطوة الاولى ان احنا عملنا اللحمة المفرومة وقلت لكم طريقتها. وتاني حاجة بقى عملنا البشاميل بتاعنا الجميل. حطيت حوالي 4 معالق اي مادة دهنية، سمنة زيت زيت بس سمنة بس براحتك. وبعد كده بنزل معاهم ب4 معالق دقيق او 3 معالق دقيق، عشان ممكن اكون عايزاه خفيف شويه. انزلي ب3 معالق دقيق شوحيهم. بعد كده نزلت عليهم ب3 كوبايات لبن وكوبايه ميه، كوبايه شوربه براحتك، وحطيت كده معلقتين قشطه. وهنا حبيت اطعم البشاميل شويه غير الملح والفلفل، حطيت فص ثوم. وزي ما انت شايفه كده انا عايزاه على قد ما اقدر خفيف، لان اللازانيا هتستوي في الصوصات دي، فلازم تبقى الحاجه مش تقيله. او لو تقل منك بعد ما طفيتي عليه النار مفيش مشكله، بتحطي بق لبن بيخف. عايزه تحطي شويه جبن هنا تسيح معاه، حطي. عايزه تحطي الجبن على الوش او ما بين الطبقات حطي. انا عن نفسي مش بحب استخدم الجبن قوي مع المكرونات، يعني بتودي طعمها في حته. انا بحب زي ما قلتلك قبل كده، وعملت البشاميل وعملت اي حاجه، ما بحبش احط جبن قوي. وطبعا دي براحتك، انتي عايزه تحطي حطي. فدلوقتي هوريكي بقى الطبقات بعملها ازاي، وهنشوف احلى لازانيا. صينيتك الحلوه تدهنيها بقى ماده دهنيه، اي ماده دهنيه انت عايزاها. حطيت مغرفه كده من الصوص بتاع اللحمه المفرومه، وعليه واحده من البشاميل. وهبتدي بقى اجيب بقى اللازانيا الحلوه بتاعتي، هي بقى بتبقى عامله كده اهي. ببتدي بقى ارصها واحده واحده، وهوريكي برصها ازاي. رصيت طبقة كده زي ما انت شايفة، يعني بحاول ان انا اداري برضو الفراغات. طبعا لسه هيتحط حوالي طبقتين كمان، فهحط بقى ما بينهم برضو اللحمة المفرومة بالصوص بتاعها، وهحط بشاميل، وهفضل كده لغاية ما بخلص الصينية خالص. ولو اتبقى معايا اي صوص طبعا لازم اغطي الوش واسقي الوش. وبرضو تابعي معايا تاني. انا حطيت اول طبقة، بعد كده حطيت صوص لحمة مفرومة، وتاني طبقة من اللازانيا، وحطيت صوص بشاميل برضو. بعد كده هحط صوص لحمة مفرومة، واخر طبقة هختم بالبشاميل. هي غالبا هتعمل حوالي 4 طبقات. لو انت بتجيبي يعني العبوة دي بتبقى حوالي يعني 350 او 400 جرام، اي نوع بقى انت بتفضليه. هكمل رصها وهندخلها الشكل طبعا النهائي اللي قبل ما تخش الفرن. انا سقيتها كلها بالطبقات. بصي البشاميل اللي بيتهز معايا خفيف زي ما انت شايفه كده. فخلاص هي كده كلها اتغطت. طبعا مش هسيبها كده، لازم اغطيها بفويل، احنا معانا مكرونه نيه هتتغطى بفويل. ولما تطلع بقى عشان اديها وش، هحط القشطه بتاعتي او الجبنه بتاعتي ايا كان اللي انت عايزه تحطيه. وممكن تعملي حشوات مختلفه، مش لازم لحمه مفرومه، ممكن تبقى الصدر بفرخه. خلي بالك اقل كميه لحوم بترمي كميه كبيره، لان احنا بنزود صوصات. يعني انا متبقي معايا، بصي لا يعني انا عامله لحمه مفرومه كميه قليله، بصي متبقي معايا يعني اقل من ربع كيلو. فهي فيها بركه وفيها خير، انت لو عملتيها ممكن تعملي اكلتين مش اكله واحده منها. هندخلها الفرن بالفويل. وهنبقى طبعا الاول النار عاليه، نحس كده ان هي بتغلي هنهدي عليها النار عشان تستوي. وهوريها لك بقى بشكلها اللذيذ الاخير زي ما احنا شايفين. طب نعرف منين ان هي استوت؟ بصي بالشوكه، شايفه شايفه بقت طريه وجميله معاكي ازاي اهي. اهي هي اهي شايفه اهي. طبعا بقى هنشيل الفويل، وحطي بقى جبنتك القشطه بتاعتك ايا كان اللي انت عايزاه، واديها الوش الحلو. ودي صينيتنا الحلوه الجميله بعد ما طلعت. بصي عايزاها بقى طريه، ممكن تغطي الوش شويه فتره.
عايزاها بالجبن، هي الجبن طبعا بتطريها مفيش اي مشكله. وبألف هنا وبألف شفا، وتابعيني على وصفات اقتصاديه مع لوكا وأوشا.